ديت بقى اصلا مش متأمنة كويس. اهلا بك يا صاحبي في فيديو جديد اللي هنتكلم فيه ان شاء الله باذن الله مع بعض عن الشبكات، وهيكون دليلك الكامل علشان خاطر تعرف كل حاجة عن الشبكات. هنعرف مع بعض يعني ايه شبكة، وانواع الشبكات والبروتوكولات، وايه هي علاقتها اصلا الشبكات ديت بالامن السيبراني، وهل الشبكات ديت عبارة عن واي فاي بس، واسئلة تانية كتير هنعرفها عن الشبكات. تقدر تقول كده زي مقدمة للشبكات قبل ما نبدأ في كورس CCNA. فصلنا على النبي بقى كده وكوباية شاي ويلا بينا نبدأ. خش في الموضوع على طول بقى. مبدئيا كده احنا عايزين نعرف بقى اصلا يعني ايه شبكة. مش فاهم يعني ايه شبكة؟ قول لي انت يعني ايه شبكة. الشبكة معروفة، هي عبارة عن اجهزة متصلة ببعضها، وظيفتها ان هي تبعت ملفات وتستقبل بيانات وتشارك الملفات. دوت بقى زي ان الموبايل يكون متصل مثلا باللابتوب عن طريق شبكة الواي فاي. طب ما هو الواي فاي دوت عبارة اصلا عن شبكة. طب وهل اصلا الشبكة هي عبارة عن واي فاي؟ لا، في انواع تانية. يعني الراوتر اللي في بيتكم دوت عبارة عن شبكة. طب انا عايز اعرف بقى الشبكة ديت بتتكون من ايه. هقولك الشبكة بتتكون من اجهزة اللي هي زي السيرفر او الطابعة او الكمبيوتر او الموبايل، وبتتكون من قواعد بيانات اللي هي بتكون مسؤولة عن تنظيم نقل وارسال الملفات، وبتتكون بقى لا اما من واي فاي لا اما موجات. كل ديت طبعا عبارة عن شبكات، زي الخط اللي في تليفونك كده مثلا لما انت بتيجي تعمل مكالمة ما بين واحد تاني. طب هو ازاي اتصل؟ عن طريق القمر الصناعي. في هنا برضو اتصال شبكات، فالشبكات انواع كتير جدا. طب احنا عايزين نتعمق بقى شوية. احنا عمالين نقول شبكات وعرفنا ان الشبكات ديت بتتكون من كمبيوتر او طابعة او سيرفر، واللي بيكون مسؤول عن النقل اللي هو الواي فاي دوت اللي هو بيكون زي الحبل كده المتصل، او الموجات او السلوك. هي ديت الحاجة اللي بتكون مسؤولة عن تنظيم ونقل الملفات. طب مين بقى هو اللي بينظم ان البيانات ديت توصل لهنا وان البيانات ديت توصل لهنا؟ طبعا في هنا بقى اي بي وفي ليلة خالص، بس انا اختصرتها عليك وقلت لك ان في حاجة بتكون مسؤولة اللي هي قواعد البيانات، بتكون مسؤولة ان هي اللي بتنظم الحاجات ديت. طب هل هدرس قواعد البيانات ديت؟ انا هقول لك ان هي في اي بي وفي بروتوكول، والاي بي دوت اللي هو الادرس والعنوان. في حاجات كتير جدا. يعني كوبايه شاي بقى كده علشان خاطر الموضوع هيطول معانا شويه. طب خلينا نعرف بقى كده يا صديقي العزيز ايه هي اصلا انواع الشبكات. احنا عندنا نوعين من الشبكات. النوع الاول وهو اسمه اللوكال اريا نتورك. يعني ايه برضك؟ مش فاهم. النوع دوت يا باشا كده اللي هو الشبكة العادية خالص، اللي هي الشبكة زي اللي في بيتي وفي بيتك وفي المحلات وفي المكتبات وفي اي حتة في مصر كلها او في العالم كله. هي ديت لوكال اريا نتورك، شبكة عادية خالص جدا. في عندنا بقى نوع تاني من الشبكات وهو اسمه وايد اريا نتورك برضو، بس دوت بقى اللي بيكون مستخدم عبر الدول. دوت بقى اللي هي بتكون الشبكة الكبيرة اللي بتكون مستخدمة اصلا عشان خاطر توصل ما بين الدول. فدوت كده انواع الشبكات. طب الشبكات ديت بقى احنا بنستفاد منها بايه؟ هقولك بنستفاد ان احنا بنشغل منها العاب اونلاين، وبنشارك منها ملفات، وبنتصل بيها من العالم اللي حوالينا. ولو ما فيش شبكة مش هيبقى فيه اصلا مجال سايبر سيكيورتي ولا مجال برمجة ولا هيبقى فيه تكنولوجيا لو ما فيش شبكة اصلا. فمن الاخر كده الشبكات هي اساس كل حاجة. طيب يا عمنا دلوقتي انا عايز اعرف ايه هي علاقة الشبكات بمجال الامن السيبراني. العلاقة موحدة جدا وما فيهاش اي اختلاف، ان هو الهاكر اصلا عشان خاطر يوصل لبياناتك لازم يعبر عبر الشبكة. طب لو الشبكة بتاعتك ديت بقى اصلا مش متأمنة كويس، يبقى هيخش بياناتك بسهولة. فالهاكر كده كده علشان خاطر يوصل بياناتك هو بيمشي عبر الشبكة. فبالتالي لو الشبكة دي متأمنة كويس هو اصلا مش هيعرف يخش بياناتك. فلو انت مأمن الشبكة انت مأمن البيانات. مأمن البيانات ومش مأمن الشبكة فهو كده كده هيخش عبر الشبكة. عشان كده دايما بيقولك اللي داخل مجال السايبر سيكيورتي ابدأ افهم الشبكات. اول ما حد يبص في خلقتك يعني ابدأ منين؟ ابدأ افهم الشبكات. لان انت بتبدأ وممكن تبدأ اصلا بكورس يعني اللي هو كورس CCNA، واللي انا برجحه جدا في كمية معلومات هائلة، وان شاء الله بإذن الله يعني هنكمله على القناة هنا. طب يا عم انا كده عرفت الشبكات والخاصة بمجال السايبر سيكيورتي. طب ازاي البيانات بقى بتنتقل كده وتوصل من جهاز لجهاز؟
عايز اعرفها ديت. هقول لك والله هنا الموضوع سهل جدا. هقول لك الشبكات ديت يا سيدي بتكون عباره عن باكيتس، والباكيتس ديت بتكون عباره عن كل باكيت لوحدها. ماشي، خليك معايا وانت هتفهم. الباكيت ديت بقى بتنتقل علشان خاطر توصل للجهاز التاني، فوهي بتنتقل معاها معلومات عن المكان اللي هي رايحه له، اللي احنا بنسميه الاي بي المعلومات، غير المعلومات اللي هي شايلاها اصلا علشان خاطر توصلها له. فهو دوت اللي بيخلي اصلا العملية سريعة. هي معاها المعلومات ومعاها المعلومات اللي هي عايزة توصلها للمكان دوت، فبالتالي هما بيروحوا لبعض عادي جدا وبسلاسة جدا. طب واحد يجي يقول لي معلش، طب يعني ايه اي بي دوت؟ الاي بي يا سيدي اللي هو العنوان، اللي هو من غيره الشبكة البيانات اللي جواها مش هتعرف هي رايحة فين. فبالتالي الاي بي عندنا هو الاساس. وعندنا برضو حاجة اسمها بروتوكولات، اللي هي الاي بي والتي سي بي، وديت شارحها بشرح مفصل في كيف يعمل الانترنت. يا ريت تخش تتفرج على الفيديو دوت، هيفيدك جدا وهيختصر عليك الطريق قوي. طب معلش انا عندي سؤال كمان كده، هي فعلا في فرق ما بين الشبكة والواي فاي؟ اقول لك طبعا. الواي فاي دوت هو عبارة عن طريقة لاسلكية بس للاتصال مش اكتر، انما انت زي ما انت عارف احنا عندنا الانترنت الهوائي، وعندنا انواع اتصالات كتير جدا مش هتخلص منها. طب معلش ملخص الموضوع بقى كده، وكان في برضو بعض منكم كده كان كاتب لي اسئلة على جميع المنصات المختلفة، وكان في طبعا البعض منكم كده كاتب لي اسئلة على بعض المنصات المختلفة، بس انا بصراحة حسيت ان هي ملهاش لازمة في الفيديو دوت قوي يعني. فان شاء الله باذن الله نعمل لها فيديو تاني، لان كلها اسئلة جاية بره الشبكات. فدوت كده كانت مقدمة للشبكات، انما طبعا الموضوع كبير جدا وليلة سعادتك. فسيادتك لو عجبك الفيديو ان شاء الله باذن الله هنكمل بقية السلسلة اللي هنمشيها بقى بكورس CCNA. ولو عندك اي استفسار في الكومنتات عن الشبكات او الانترنت قوله لنا، ونعمل برضو نجمع الاسئلة ديت ايا كانت المنصة يعني اللي انت هتشوفني منها. انت كده كده الفيديو ده كبير، فانت هتشوفني من على اليوتيوب، فلو جات لي اسئلة من على اي منصات تانية برضو هنجمعها ونحطها مع بعض كده ونعمل عنها فيديو. المهم تكون اسئلة خاصة بالشبكات والانترنت وبس كده يا عم بقى. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتدوس لايك وتشرفني بقى في القناة. سلام.